تعالوا نعرف مع بعض ازاي نختار الاكتيفيشن فانكشن بتاعتنا. عندنا في نفس المثال بتاع الديموند بريدكشن اكزامبل، فهنا الفيتشرز اللي احنا بنستخدمها عشان نحدد التيشيرت ده توب سيلر ولا لا، اللي هي الافوردابيلتي والاويرنس والبرسيفد كواليتي. فهنشتغل هنا مثلا وليكن على الاويرنس، فدي الايكويشن بتاعها اللي هو جي دبليو 2 في اكس بلس بي. الكلام ده كله احنا عارفينه قبل كده، اللي هو جي اوف زد من الاخر. فعندنا هنا في ممكن يكون نوعين من الاكتيفيشن فانكشنز وفي انواع تانية، بس هنا هندرس بس نوعين. عندنا نوع اسمه السيجمويد وده اللي كلنا عارفينه، وده نوع اسمه الريليو اللي هو ريكتيفايد لينير يونت. فعندنا في السيجمويد قال لك القيمة بتبقى محصورة بين الواحد والصفر، فبتتحسب بناء على الاكويشن اللي هي جي اوف زد بتساوي واحد على بلس واحد بلس اي في سالب زد. فبالتالي القيمة بتطلع محصورة بين الواحد وبين الصفر. طب عندك بقى الريليو دي بتتحسب ازاي؟ هو اول حاجة بيهمل كل القيم اللي هي اقل من الصفر اللي هي وبيخليه قيمتها صفر. يعني عندك مثلا لو في قيمة طلعت سالب واحد سالب اتنين، دي بتتحسب صفر تلقائي. واي قيمة اقل اكتر من او يساوي الصفر، يعني اكتر من الصفر، هي بتبقى زي ما هي. طيب الكلام ده كله بيتحسب ازاي؟ عن طريق اللي هو الفانكشن ماكس زيد صفر والزد. فمثلا نفترض ان انت مثلا عندك ماكس صفر وواحد، فهو تلقائي هياخد الواحد وهكذا. طيب تعالوا بقى نشوف امثله الاكتيفيشن فانكشنز. عندنا امثله الاكتيفيشن فانكشنز ومن ضمنهم اللي هو السيجمويد والريليو. اللي زي ما قلنا من شويه، السيجمويد بتبقى محصوره بين الصفر والواحد، ودي نوع الفانكشن اللي احنا بنستخدمها فيها. والريليو زي ما قلنا ووضحنا قبل كده، هي بتبقى مستخدم فانكشن الماكس زد صفر وزد، بحيث انها بتاخد القيم بس اللي هي اكبر من الصفر، والقيم السوالب ما بتاخدهاش. وده بعد كده هتعرف ان هو اسمه سوفت ماكس اكتيفيشن، وهنشرح ايه الكلام ده بس قدام ان شاء الله. في نوع تالت بقى معانا من الاكتيفيشن، وهو اللينير اكتيفيشن فانكشن. طيب اللينير اكتيفيشن فانكشن ده اصلا ما عندهوش اكتيفيشن فانكشن، وده ليه شرح كده لو انت عايز تفهم يعني بالتفصيل. ده بيبقى ليه اثبات بالمعادله الرياضيه، بس يعني مش مهم قوي انت تعرفه. هو بس انت تكون عارف ان اللينير اكتيفيشن فانكشن ده ما بيبقاش عنده اكتيفيشن فانكشن. هو اللينير ده لما انت بتيجي تحسبه، هو النقطه اللي بتقع على الخط المستقيم هي النقطه اللي انت بتستخدمها زي ما انت شايف في الايكويشن دي. وده بناء على اثباتات يعني وحاجات تانية. وبكده نكون عرفنا 3 انواع بتوع الاكتيفيشن فانكشنز. في انواع تانية بس دول يعني اشهر 3 انواع دلوقتي.